اقعد واسمع الكلمتين دول من اخوك. هما وحشوك صح؟ هما مين دول اللي وحشوك بالظبط؟ اللي اذوك ووجعوك، ولا اللي سابوك في عز محنتك؟ ولا وحشك احساس ان انت كنت دايما بتطلب الحاجة اللي ما كانش ينفع انها تطلب؟ ولا عشان وصلولك ان هو ده بس يدوب اللي انت تستاهله، فانت كمان بدأت تحس انك اقل من ان انت تطلب حقك؟ عاوز ترجع لايه بالظبط؟ ليه محسسني ان هما كانوا حلوين مع ان حبك اللي كان محليهم؟ والحقيقة ان انت وحشك الحالة نفسها، حالة ان في حد ونس بحبك او وحشتيني، مع ان سبحان الله وانت معاهم تقريبا الحاجات دي كانت بتتقال كل شهر مرة. انا عارف ان انت موجوع وانا ما انكرتش ده، بس انك تفضل موجوع شوية وترتاح زمن افضل من انك تصحى كل يوم الصبح وهو شغال يوجع فيك ومفيش اي حاجة بتتغير غير انك هتصحى كده في يوم الصبح على خبر ان هي اتخطبت او هو خطب. ليه مصمم انك تحط نفسك في دايرة ان انت يضحك عليك وبمزاجك؟ فرجاء بقى فوق واعرف قيمة نفسك، واعرف انت مين وعامل ايه ورايح فين. اعرف ان اللي بيحب بجد اللي زيك مفيش منه في الزمن ده، واوعى يوصل بيك المرحلة انك تشوف نفسك بعينهم، هم اصلا مش عارفين هم عاوزين ايه. فانت يا ابن الحلال ازاي بتشوف نفسك من خلال ناس هي نفسها مش عارفة هي عاوزة ايه ولا حتى عارفة نفسها؟ فانت تحمد ربنا انقذك من علاقة كانت هتهلكك وهتجيب اجلك، وهيجيلك بعدها نضج وقوة لا تتخيلها بعد الموضوع ده، وقدام مش هتلاقي اي حاجة تأثر فيك او توجعك. فالمسألة يا عزيزي مسألة وقت. انجح واشغل نفسك واشتغل، وما تسمحش لحد ان هو يكسر خاطرك او قلبك. ابعد بقى عن كل العك ده لان بجد ربنا انقذك، وهتعرف ده بعدين. سلام.